ففكره وجود الحافز هي اللي مخليها الشاب ده شاطر في الحاجه الفلانيه. لا انا احب شطار. الناس يبقى كلها شطار، انا المعلومات هتزيد. فانت اقنعتهم بالاستراتيجي دي، انت اول عميل بالنسبه لك هم زمايلك، هم قالوا لك انت شاطر. ما طلعتش معاهم النهارده عشان جيت معاك. تسمع عن بنجادور كنت سمعت عنها من حضرتك قبل كده برضه؟ كنت بسألي. لا، ما هو انت المفروض بقى تبقى عارف ان انا مسالك في البودكاست المفروض اقول لا يعني تقول لا وتعمل كده عشان انا ابدا اقول كده. ده وجهة نظر يعني، الله اعلم صح ولا غلط، بس انا شايف كده. فممكن تكلمني كده عن انت ازاي اصلا عرفت رالي وايه رايك في التدريب اللي انت بتتلقاه حاليا في الشركه؟ كنا بنتكلم مثلا كل واحد يختار توبيك ايوه. ويعمل عليه بودكاست مثلا. اهلا يا عبد الرحمن. اهلا بحضرتك. انا مبسوط ان احنا اتقابلنا النهارده. انا اكتر. البودكاست بتاعنا حد شاطر بنقابل فيه ناس شطار في تخصصاتهم، سواء تمام. كانوا طلبه او متخصصين خبراء بقالهم 20 سنه في المجال، او حتى لسه فريش واشتغلوا على نفسهم وبقوا حاجه مميزه في المجال بتاعهم. النهارده انا عايز اعرف عبد الرحمن انت شاطر في ايه؟ انا ما بحبش كلمة شاطر قوي دي، بس ماشي انا هعتبر ان انا شاطر. ماشي. زي ما حضرتك بتقول يعني. ماشي عبد الرحمن. انا شاطر يعتبر في الداتا اناليسيز، او كقسم انا مني في كلية ذكاء اصطناعي مه. جامعة المنوفية، تمام. قسم داتا ساينس. متخصص. متخصص في الكلية قسم داتا ساينس. تمام. فده ممكن حتة اللي انا اكون زي ما حضرتك بتقول شاطر فيها يعني، او تمام. كويس فيها. انا بحب اقول كويس مش شاطر. هي ممكن تكون الكليه نفسها بتأهلك وبتأهل زمايلك يبقوا شطار في الحته دي. طبعا الكلية لها عامل كبير، حتى لو مثلا مش بتديك كتكنيكال او معلومات اكتر، هي بتفتح لك حاجات كتير اللي انت تسيرش فيها، او اللي انت تدور على اي تدريب مثلا في اي مكان بره اللي انت تذاكر، او حتى على اليوتيوب مثلا تشوف اي حاجه انت محتاجها في المجال اللي انت متخصص فيه وتدور فيه. تمام. مثلا في ناس زي ما كنا بنتكلم من شويه اللي هو بتقول اللي هي مش عارفه ممكن تجرب اكتر من تراك تجرب فيه او كده. في مثلا الكليه مثلا عندنا يعني ميزه حلوه ووحشه في نفس الوقت. هي حلوه اللي احنا مثلا بنتخصص من اول سنه، امم فبنقعد ال4 سنين في التخصص. انت فأنا كده بادوّر. مختلف عن كليه الحاسبات والمعلومات. أيوه، هو ممكن نكون المواد في أول سنتين وشوية زي بعض، اه. بس أنت عارف إن أنا من أول سنة في القسم ده. بالظبط اللي هو الاي اي الذكاء الصناعي والداتا ساينس. كلية AI قسم data science. تمام جدا. ده شيء كويس. في ناس تانية مثلًا لو واحد مش حابب وعايز يجرّب الأول كذا تراك أو أكتر من تراك الأول عشان يشوف هو حابب إيه. تمام. فديّة ممكن تكون عقبة شوية بالنسبة له، هو يقعد مثلًا في الأول سنة والّا حاجة. تايه. تايه يجرّب كل شوية يجرّب ده. طب أنا حبيت، لأ أنا ما حبيتهوش بعد شهرين 3 مش مستريّح. طب هيجرب ازاي؟ أجرّب. يعني هو في الكليه هيجرب ازاي؟ في حاجات كتيرة برّه، في اه. في أصلًا دلوقتي في حاجات كتير ممكن يدوّر عليها مثلًا جوجل لو أي أقل search هيورّيك. امم. في ممكن يستخدم AI tools كتيرة. تدّي له road map مثلًا هيمشي فيها إزاي. يقعد فيها شويه ويشوف ممكن نفسه. يدوّر على playlists على اليوتيوب مثلًا في مجال معيّن يكمّلها للآخر. تمام. ديّة حاجة جميلة لو كمّل. انت في بقى كعبد الرحمن إمم. من اول يوم في الكليه، هل كنت مشتت او حبيت تجرب طبعًا. وتنوع؟ أنا أصلًا فكرة آه. اختيار القسم أصلًا كانت بالنسبة لي مشكلة. اصلا. أنا واحد اه. أصلًا طالع من ثانوية عامة داخل كلية. اه. أنا اخترت كلية الذكاء الاصطناعي. طب اه. أنا إيه أصلًا، أنا مش عارف إيه أصلًا ذكاء اصطناعي بالضبط يعني. سرِّشت كتير وفهمت، بس مش فاهم أوي اللي أنا أختار قسم اه. أبقى عليه هيترتب حياتي كلها، أو صح، ال4 ده سنين هامشي حياتك. بيها أختار إزاي. انت في سنه رابعه آه. دلوقتي بتتكلم من 3 سنين، ممكن يكون او من 3 سنين أيوه، ونص. الفكرة برضه إن في ناس مثلًا لسه اه. بتدخل جديدة تقول لي لو أنت مكاني هتختار إيه؟ باقول لو أنا مكانك هاختار نفس الحيرة تاني يعني اللي هو ما زال. رغم أيوه. ان رغم ان الاي اي في اخر سنتين تحديدا او يمكن اكتر على أيوه. فكره بقى لأ ليه إحنا زخم عالي جدا أيوه، إحنا وسمعه بالضبط، وإحنا عندنا أقسام في الكلية جميلة يعني. اه. يعني عندنا machine intelligence، data science ده اللي أنا فيه. عندنا اه. cyber security. تمام. عندنا intelligent system engineering. اه. ديّة حاجة دي تخصصات. ديّة 4 أقسام في الكلية من سنه كام؟ من سنة أولى من لرابعة. سنه اولى. طيب على اي اساس بقى وانت من سنه اولى يعني من اول يوم؟ بنقعد أسبوعين. طب على وهُم اي بقى اساس؟ اه. لأ مش على أساس مثلًا مش درجاتي، على رغبتك. على رغبتك انت. على رغبتك. ما هنا هسأل بقى على أي أساس الطالب هو شاطر وأنتم المفروض كلكم مجموعة شطار في نفس المستوى، مجموعة طلبة متميزين في نفس تمام. المستوى، إيه اللي يخلي طالب يدخل ده ويدخل ده؟ طب افرض الطلبة كلهم راحوا في حتة واحدة، هيحصل إيه؟
ما أعتقدش ديّة عمرها تحصل دي. صعبة صح؟ دي صعبة يعني. هي اللي عاملة سُمعة، يعني كلمة الAI مثلًا عاملة آه، سُمعة، الmachine learning عاملة سُمعة، بالضبط. افرض الطلبة دي كلّهم بدأ basics كمان عندنا دلوقتي machine learning ديّة يعني آه، في سنة تانية بنتعلمها، يعني في تمام، كليات تانية بتقعد لحد رابعة على ما ياخد machine على ما learning ياخد وdeep المادة learning دي، والحاجات دي. آه. إحنا بنخلّصها مثلًا في سنة تانية أو تالتة الترم الأول، بناخد حاجات advanced يعني الحمد لله طيب يعني. أنا عايز أوصل معاك بس في الأسبوعين دول، لإن إمم. مهمين جدًا في فكرة إن شاب يحضّر يعني يقرّر مصيره. آه. الأسبوعين دول بتاخد فيهم حاجة معيّنة في الكلية بيخلّوك تقرّر تدخل الtrack ده، والّا أنت بمجرد أسئلة لأ للدكاترة هم وللصف؟ الدكاترة بيبقوا عارفين، آه، فهُم بيتطوعوا يعني وبيعملوا مثلًا في آخر المحاضرة مثلًا بيخصصوا وقت مثلًا المحاضرة بيشرحوا لنا نختار إيه. في دكاترة بيتكلموا عن الأقسام كلّها، كل إمم، واحد بيتكلم عن قسم معيّن يقعد فيه مثلًا كل واحد ساعة، يتكلم عن قسم كامل، آه، دي دكاترة ومعيدين، دي وهُم مرحلة الأسبوعين، عندنا الحمد لله يعني في الكلية ناس محترمة أوي، يعني بتسأل أي حد بيرد عليك، جميل. بتسأله في أي وقت. ديّة حاجة فعلًا كويسة مش موجودة في كليات تانية. في مرحلة الأسبوعين دول في بيبقى في أول أسبوع sessions بيبقى اللي هي عشان أنت تختار، مش مجرد عنوان، أنت بالضبط. تختار على بصيرة، يبقى أنت آه، فهمت ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه، ده بالضبط. فرصه إيه وده احتياجاته إيه وهكذا. صح، تمام بالضبط. جدًا. أنت بقى كنت محتار ما بين أكتر من تخصُّص، آه. إيه وإيه؟ أنا كنت محتار أكتر ما بين data science وcyber security، هُم الاتنين ما لهمش أي علاقة ببعض. بُعاد أوي يعني صح آه. ده بالضبط. أنت دلوقتي عرّفني في الأسبوعين دول بعد ما سمعت إن إمم. الدكاترة والمعيدين مميزات وفُرص كل قسم، على أي أساس بقى اخترت القسم بتاعك؟ هي كانت حيرة برضه، يعني حتى آه، أنا بعد ما اخترت القسم اللي أنا فيه، برضه كنت باقول أندم والّا لأ، أنا مش عارف. كنت مش عارف برضه، إمم، كنت لسه محتار حتى بعد ما اخترت. إمم، بس لأ، اخترت بقى في الآخر حبيت الدنيا شوية، مع الوقت الدنيا بقت تمام، وفي نفس الوقت برضه حسيت إن cyber security دنيا صعبة شوية، أنا إمم. حسيت كده. مع إن من 3، 4 سنين كده كلمة الأمن السيبراني أيوه، هي اللي كانت أصل ترند ما أعلى، هو أنا برضه كنت صح؟ باقول لك أنا حطيته في ضمن الاختيارات عشان الموجة دي. السُمعة دي بتاعتها ساعتها، بالضبط. لكن أنت اخترت في الآخر data بس science. طيب آه. تمام، بعد كده خلاص استسلمت للتخصُّص اللي أنت اخترته أيوه. وحبيت الموضوع ومشيت فيه، آه. تمام كده، جِبت تقدير إيه في سنة أولى؟ جيد جدًا مرتفع. كويسة ديّة والّا ما يمكن يبقى عندكم كلّهم امتياز وأنت الأخير لا، 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 لأ. نعرف منين؟ يعني مش اللي هو الtop مش آه، أوائل، بس برضه مش وحش يعني. بس كويس، لأ هي كويس، يعني تمام جدًا. كويس أوي يعني. طيب أنت في سنة أولى سهل إن الدكاترة والمعيدين يلاحظوك؟ يعني في وسط العدد الكبير اللي في التخصُّص أو في القسم، سهل إن في حد يعرف إن في 1 أو 2 أو عدد معيّن من الطلبة شُطّار فعلًا؟ سهل. إحنا أصلًا عندنا في كليتي أنا كنت تاني دفعة، أول دفعة عندنا كانت 128 واحد، في القسم كان فيه حوالي 11 مثلًا والّا حاجة. أنت معروف بالاسم. ف آه، دول الدفعة اللي قبلنا، اللي هم دلوقتي اتعيّن منهم معيدين علينا، يعني المعيدين أصلًا بتوعنا أكبر مننا بسنة. وبيتنططوا عليكم أيوه. كمان. يعني أنا دلوقتي أنا بيدّيني مثلًا المعيدين هي معيدة واحدة اللي قديمة كبيرة، آه، وبقية المواد كلّهم أكبر منّي بسنة. تمام. يعني أنتم أصلًا الدفعة على بعضها مميزة أو أول معروفة. دفعتين اللي هم الدفعة اللي قبلي إمم، بالذات، إمم. حتى معلّقين صورهم كده في الشؤون. دفعة الشرف لأ وكل ودفعة واحد ليه الافتتاح. صورة معيّنة كده، أنا آه، دخلت من كام يوم شُفت الصور بتاعتهم، إيه الجمال ده! يعني هم أيوه. الدفعة ديّة أول دفعة وهم ولاد الكلية فعلًا، يعني وإحنا كمان يعني أنت في سنة رابعة، دفعتي، أنت الدفعة التانية أنا الدفعة التانية في الكلية آه. وصورك هتتحط جنبهم. أتمنى يعني. إن شاء الله تتحط سؤال. بإذن الله. طيب تمام جدًا. التميُّز بقى على أي أساس؟ إيه اللي يخلّي دكتور أو معيد وأنت إمم. لسه طالب إمم. يعرف إن أنت فيك بذرة حد شاطر أوي في المستقبل وهتبقى مختلف عن زمايلك؟ إيه يعني هل مجرد الحضور والالتزام في الكلية ده سبب كافي إن أنا أحكم عليك إن أنت شاطر وإن أنت فعلًا حد متميز؟ مش بالضبط، يعني هو أنت آه، بتحضر تمام ده واللي أنت تسأله كتير، واللي أنت تسأله برضه يعني إيه، برّه المحتوى اللي أنت بتاخده، يعني مثلًا ممكن تسأله على حاجات كشغل، ديّة هتفيدني كشغل كإيه، أعمل إيه عشان أتخصص في كذا، بالذات ده أكتر حاجة بنتعب فيها الناس معانا في سنة أولى، آه، اللي هو إحنا طَب أنا بادرس ده ليه؟ صح. هُم إيه بيزهقوا مننا الخطوة؟ يعني. ما اللي إيه هو الخطوة اللي جاية؟ إيه أهمية المادة اللي أنا صح. باخدها دي؟ إيه لازمة الفيزيا اللي أيوه خدتها اللي من هو 4 سنين والّا 3 أيوه سنين؟ اللي هو صح. باخدها تاني، آه. باخدها تاني في الكلية باخد فيزيا ورياضة تاني، إمم. ليه ما أنا خدتها مرّة، مش عايز. صح، صح. هي دي. ده السبب اللي يخلّي إن أسئلة تنوُّع الأسئلة يخلّي الدكاترة ممكن يلاحظوا إن الشاب ده أسئلته متميزة واللي نوعًا هو ما. عايز يبقى حاجة مثلًا، عايز يبقى كويس في track معيّن أو آه. يحدد هو هيكمّل في إيه. وأنا أعتقد إن الdata science وdata analysis
ميزة فيه إن اللي يشتغل فيه يكون كده أصلًا، يكون عنده فكرة الwhy ليه، آه، صح كده؟ ده طبيعي، ده كلّها أصلًا قايمة على احتمالات، يعني آه، أنت لازم تكون شاطر في الprobability جامد، يعني آه، لازم من أهم الحاجات إن أنت كdata science لازم الإحصا والاحتمالات، وأنت شاطر فيهم، يعني الحمد لله، الحمد لله الحمد لله، على قد الحمد لله، تمام الحمد جدًا. كلّمني بقى عن حاجات تميّزك غير مجرّد الالتزام بالمادة العلمية، يعني هل إمم، في مثلًا بعض الpresentation skills مثلًا أنت ظهرت أيوه، فيها؟ أيوه طبعًا. آه، جرّبنا ده في سَنة تانية، آه، كانت من أحسن التجارب يعني، كانت الباشمهندسة قالت المرّة الجاية السيشن الجاي مش هيبقى أو الsection الجاي مش هيبقى فيه شرح، أنتم اللي هتشرحوا. تمام، قسّمنا تيمات وحددت الجزء اللي هتشرحه، فكل واحد خد الجزء، كل team خد جزء، تمام، وكل team بقى طلع يشرح الجزء اللي عليه، الحمد لله كنت أول اسم اتنادي عليه يعني. عبد الرحمن فشرحت الحمد لله يعني. وتميّزت، يعني سقّفوا لك ساعتها. هي أعجبوا الحمد لله يعني وزمايلي حبّتني. أنت كنت عارف إن أنت هتبقى تؤدّي كويس والّا كان الاختبار صعب عليك؟ لأ ما كانش صعب عليّا أوي، آه، عشان كنت محضّر له كويس، تمام، والفكرة برضه ده كان في سَنة تانية، أنا كنت في سَنة أولى حضرت كذا حاجة برضه تبع تمام، الsoft skills وحاجات presentation skills، وحضرت تدريب برضه تبع حاجة يعني كنا بنطلع نعمل presentations وكده، إمم، فديّة ساعدتني يعني. في الحاجات اللي قبلها كنت باعك الدنيا يعني تمام. بس في الكلية المرّة دي كنت ما هو ما ضبطت بقى هو عشان ما هو مهم تكون وصلت، خلّي بالك، يعني أمّا تكون أنت وصلت لمرحلة شطارة إمم، في لحظة من اللحظات، ده مش معناه إن أنت شاطر من يوم ما اتولدت، لأ، صح أنت عرفت أخطاء وطوّرت من نَفْسك لحد ما وصلت لمرحلة أنا skill أول مرّة كويسة. كانت رُكبي وأنا واقف كانت بتتحرك يعني اللي هو حرفيًا، وأنا مش حاسس إن أنا مش حرفيًا، عارف أتكلم يعني. آه، والفكرة وكمان في أول مرّة عملت presentation كنا إحنا محضّرين material مثلًا أو PowerPoint هنشرحه آه، وعدّلنا فيه، معدّلين فيه قبلها بيوم، فكنا بنشرح من لاب واحد صاحبي، إمم، فهو إحنا جايين نشوف الpresentation هو كل واحد هيقول جزء، أنا معدّل في الجزء بتاعي كلّه، وهُم بيشرحوا أنا كنت آخر واحد أنت أتكلم، فاجئتهم، أنا كنت آخر واحد أتكلم، آه، هو قدّم للباشمهندسة الpresentation القديمة. آه، فالمحتوى بتاعي كلّه مش موجود آخ، وإحنا قدّام الناس حلو، على المسرح حلو كده أوي، بنتكلّم، أنا بقيت واقف أنا هاعمل إيه؟ اللي هو قعدت يعني اتوتّرت جامد، تمام، لأ بس يعني أدّيت يعني كنت كويس يعني اتغلبت على التوتر ودي مهارة، هو ما كنتش أحسن حاجة إمم، بس ما كنتش وِحِش، يعني أنا تمام. استجلت شوية حلوين والدنيا مشيت يعني الحمد لله. طب حلو، ادّيني بقى كده قايمة من المهارات اللي تميّز عبد الرحمن أو تميّز الصنعة دي، تميّز مهارة واحد شغال في data analysis إمم، سواء كانت عندك وأنت عارف إنها عندك وجرّبتها، إمم، أو إن أنت بتأمل في يوم من الأيام إنها تبقى عندك، لإنها مهمة جدًا عشان تبقى متميّز في المجال بتاعك. أهم مهارة يعني الmindset يعني لازم تكون عقليتك يعني إمم، كبيرة، اللي هو تبقى لو في أي حاجة جديدة مثلًا مستعد تتعلمها، إمم، ده مش كdata analysis عمومًا، ده في كُلّه ده في كُلّه، ده بالضبط، أي حاجة تكون متقبّل إن أنت تتعلم أي حاجة في أي وقت، تمام، في أي حاجة ظهرت جديدة كُن مستعد، يعني تمام، هتبقى هتذاكر على طول، تمام. والفكرة في مجالنا برضه اللي أنت كل يوم بتذاكر، يعني أنت بتذاكر على طول، مش ما كل يوم، فيش على طول دي يعني لحد ما تموت، صح. يعني أنت أصلًا بتنام وتصحى على مذاكرة، بالضبط، صح كده؟ دي حياتنا كلّنا. مش لازم يعني بانام واصحى على طول، بس غالبًا يعني أقصد أنت وأنت حتى بتنام في الغالب بيبقى عندك أنت كده، كده مرتّب اللي حاجة أنت بتفكّر هتعمل فيها فيها بالضبط. وتنام تصحى تقول بس هاحلها إمم. النهارده بالطريقة الفلانية، هاجرّب الطريقة الفلانية. أيوه، أنا أختي أصلًا من أسبابها ما دخلتش الكلية بتاعتي، اللي آه، هي قالت أنا مش عايزة أخش الحتّة دي زيّك كده وأبقى زيّك كده، يعني اللي هو كل يوم عارفة إن أنا في update جديد هيحصل مش آه، عارف إيه في المجال مثلًا في computer science أو AI عمومًا كل شوية في حاجات جديدة بتظهر. هي مش عايزة تخش في عارف في ناس بتبقى أيوه وصلت هي لمرحلة الثانوية العامة، هي تالتة ثانوي أو آخر الثانوية يعني، خلاص بقى، وهو دي بالنسبة له نهاية المذاكرة. هي عايزة حاجة تقليدية. أنا عايز أوقّف مذاكرة في تالتة ثانوي وبعد كده أستمتع بحياتي، دول ناس كده. هي اختارت آه، برضه طريق صعب شوية برضه يعني مش سهل هي اختارت هندسة، بس اللي هو أيوه هندسة بس أصعب. على أرض الواقع هندسة أصعب. لأ، هو مش آه، أصعب يعني في حاجات مشتركة ما بيننا كتير، بس هندسة إمم. أصعب، بس هي قالت إيه، هي فترة صعبة، بس هي هندسة حاسبات قصدك والّا لأ، هندسة حاجة تانية؟ هندسة لسه بقى هتخش لسه هتحدد القسم تمام. بقى في بُص، إعدادي هي دلوقتي. الطلبة في مرحلة ثانوية عامة وانتقالهم للجامعة ربنا يكون في عونهم، آه، حيرة ما بعدها حيرة، بالضبط، وخصوصًا لو كان قدامه اختيارات، آه، عارف الطالب اللي مُجبر يخش كلية أيوه معينة، ده هو ساعات مستريح، بيزعل، بس لأ هو مش محتار، آه، الحيرة صعبة جدًا،
وخصوصًا بقى في طلبة بيبقوا جايبين مجموع حلو والفُرَص قدّامه كتيرة أوي، وهو أيوه أصلًا مش حابب الكلية رقم 1. زي أختي كانت مش نفس حابب رقم الموضوع. 1 في القايمة، هو عاوز حاجة تانية، يعني مش آه، هاقول نمرة 2، هو عاوز حاجة في القايمة هي نمرة 2، لكن الأهل بقى والضغط بالضبط، المجتمعي، بالضبط، لازم تخش الكلية الفلانية، بالضبط. مشكلة دي. أنت ما وقعتش في الفخ ده. أنا كنت هاقع فيه. آه. أنت ما وقعتش فيه؟ ما وقفتش فيهم عشان خلاص بقى هو اللي حصل، حصل بقى ما جبتش هندسة آه، للأسف. أصلًا أنت كنت بس أنت كنت عاوز هندسة. آه، عشان أهلي عشان الأهل برضه. برضه. آه، فأنت جِبت درجة أقل من الهندسة، كان فأُجبرت على التخصص ده، ما خلاص كده. كان متاح برضه قدّامي كل حاجة ما عدا هندسة. تمام. كان ممكن أجيب هندسة بس في مكان بعيد، آه، بس ما حسيتش الoption ده كويس يعني. أحسن ما كانش أحسن حاجة. هو برضه مش مضمون اللي أنا أجيبه في مكان بعيد، يعني في آه، ناس زمايلي قالت لي لو شُفت مثلًا كليات بعيدة يبقى أنا ما دوّرتش، بس هو ممكن. احتمالية، بُص بس هو بس احتمال أنا ما كان ممكن كنتش ييجي. جايب. آه. بس أنا ما كنتش جايب، اللي أنا عارفه اللي هو الطبيعي لأ، بس في ناس قالت لي لو سألت، بس أنا ما سألتش. تمام. طب أنا هاجي لمهارة مهمة جدًا أنا أعتقد إنها لازم تكون متوفرة في الdata analysis data science، إمم. الdecision طبعًا، making، طبعًا. صح؟ أنت أصلًا بادئ حياتك بقرار هادخل أنهي قسم. هل أنت آه، كعبد الرحمن في شغلك بعد كده عارف إن أنت لازم هتقرر قرارات ممكن تكلف الشركة ملايين، طبيعي صح؟ ده في الsearch أصلًا أنت بتشوف هتختار أنهي قسم، بتكون عارف إن أنت هتعمل كده. لأ في التخصص، أنا كلمني عن التخصص نفسه ما هو جوّه الdata، أنت بتعمل data collection، فهّمني جوّه التخصص كdata بتاعك analysis إيه النقطة اللي قرارك ممكن يكلف الشركة ملايين؟ كلمني عن التخصص نفسه. في الinsight اللي أنت ممكن تطلّعه، آه، ده هيودّي الشركة في أنهي قرار، هم هياخدوا أنهي قرار. قُل لي بقى لو أنا المراحل. غلطت بقى في المرحلة مثلًا في أيوه، الtransformations اللي أنا عملتها، ما أنا هاطلّع insight غلط. بُص، دلوقتي إحنا بنكلم ناس ممكن ما يكونوش عارفين الخطوات دي، تمام. كلمني عن الخطوات لحد المرحلة اللي فيها القرار هيكلف ملايين، وساعتها أنت مضطر تعمل إيه، ترجع لورا، تسأل، تعدل المعادلة، شوف كلمني بقى أنت. ماشي، في أول حاجة أصلًا بنعملها كdata analysis. إمم. في ناس في الشركات بتفكّر إن الdata analysis ده واحد جاي يحل مشكلة. آه، هو أصلًا مش شرط، هو ممكن يكون في مشكلة فعلًا في الشركة وجاي بياخد الdata مثلًا أيوه، وبيضبّطها ويعمل transformations وعشان ممكن يدّيك تحسين بعد كده أيوه للموضوع، بالضبط. وممكن أصلًا الشركة تكون كويسة، إمم، يعني هي أصلًا كويسة بس مثلًا عايزة تزوّد مبيعاتها، عايزة صحيح. تشوف هو برضه ليه دور هنا، مش ده نقدر لازم يكون في مشكلة نسميه business requirement مثلًا، صح مثلًا. كده؟ الbusiness محتاج إيه، آه، عنده مشكلة ده اختيار، أو هو عاوز يزوّد مبيعاته ده اختيار، أو مثلًا. اختيار آخر يعني. آه. تمام جدًا. أنت بقى بتلِم data أو بتلِم معلومات. مش آآ شركة م لو الشركة أو تبع المشكلة اللي أنا فيها بقى. حلو أوي، يعني حلو بعد مثلًا كده. لو جيت آه. تروح على الdata هي أصلًا أول حاجة data ديّة بيانات. إمم. البيانات ديّة يعني إيه، هي مادة خام يعني ما لهاش أي لازمة، يعني مثلًا لو قُلت 25 درجة مئوية أنا ما فهمتش حاجة. آه. لو قُلت مثلًا خلّيها مثلًا 45 ما 45 درجة مئوية آه. ما فهمتش حاجة، لكن لو قُلت مثلًا الجو النهارده حَر، آه. أنا فهمت هنا ديّة معلومة، أنا طلعت من هنا بمعلومة. جميل. ده في فرق بقى ما بين البيانات أيوه. اللي أنا عايز أطلّع منها معلومات. تمام. فده معانا في الdata analysis. أنا عايز أطلّع معلومة، تمام. المعلومة ديّة هتفيدني في الآخر إن أنا أطلّع knowledge. صح. يعني أنا لمّا كdata آخُد منك إن كلمة إن الجو حَر ديّة، أنا ممكن أتصرّف بقى، هالبس بقى خفيف. ألبس تقيل، ألبس خفيف، أيوه ما أخرجش بالضبط، النهارده، أيوه. لكن كلمة 45 درجة بس أنا مش مش فاهمها، فاهم يعني عايز منّي أو إيه؟ 25 سَنة أنا مثلًا مش يعني. شاب صح. أفهم منها بعدين إن أنا شاب. دي أول خطوة اللي هو لَم الdata، والقرار فيها ما فيش قرار حتى الآن، ما فيش قرار يكلّف الشركة كتير. بالضبط. بعد كده هو ممكن يكلّف الشركة كتير لو الdata متبعترة أو بالضبط، بايظة من الdata الأول، بايظة على الآخر. متدمّرة. أنت أيوه. عايز إن ده أكتر حاجة أصلًا بتواجهها صعوبة برضه إن أنت بتجمّع الdata. آه. أنت ممكن تجمّعها من interviews ديّة لو data أولية بقى آه. يعني بتتعب فيها أوي. لكن لو data جاهزة بقى من على مثلًا ممكن تجيب موقع زي Kaggle مثلًا ممكن تجيب عليها data. ده بس طبعًا ده يعني إيه، لو أنا شغال في شركة، آه. فطبعًا أنا ما ليش access أو الشركة مثلًا مش هتبقى حاطة بياناتها لأي حد. أنت خلّي بالك بتتكلّم وأنت بتتدرّب لسه، صح كده؟ لكن في آه، المستقبل يومًا ما بإذن الله أمّا تشتغل، آه، أنت هتطّلع على الdata الحقيقية للمؤسسة. صح كده؟ إن فالموضوع شاء هيبقى الله. مختلف، أنت حاليًا بتتدرّب، فخلّينا في فكرة مرحلة التدريب فعلًا، أنت يعني أو أنت إمم، بتتكلّم كطالب لسه ما اتحطّيتش في الإطار العملي بجد. تمام، المرحلة الأولى مرحلة تجميع الdata، القرار بتاعك فيها أو الحاجة المهمة إنّك تركّز على إنّك تجمّعها من المصادر كلّها، تستبعد الdata اللي مش مضبوطة أو الdata الشاذة، كلّمني.
أنا باجمّع الdata آه، قبل تجميع الdata أنا لازم أفهم المشكلة الأول. تفهم المشكلة عاوزها ليه أنا أصلًا. أجمّع الdata اللي تفيدني، ما أنا أجمّع data ما لهاش علاقة بيّا ليه؟ ما هي جميل جدًا، كلّها data. صح كده. فأنا أفهم المشكلة تفهم الأهم المشكلة وبعدين قبل تجمّع ما الdata. أجمّع الdata. وبعد كده بقى تعمل إيه بالdata اللي بعد جمّعتها؟ ما أجمّع الdata باعمل transformations عليها، آه، أضبّطها، أشيل فيها لو فيها nulls، فيها حاجات كتيرة ما لهاش لازمة. يعني مثلًا ألاقي أحمد مكتوب مرّة بالعربي ومرّة بالإنجليزي أو مرّة همزة ومرّة مثلًا من مثلًا، طب ما غير هو همزة. نفس الاسم، هو نفس آه، الشخص. لأ أنا أضبّطها بقى. دي اللي اسمها data cleaning. data cleaning هي نفس بالضبط. الاسم يعني، تمام هو كده؟ data cleaning مرحلة من مراحل الtransformations. تمام جدًا. هنا طبعًا قرار إنك يعني الdecision بتاعك هنا إنك تستبعد أو تبقي مهم أو برضه بس تستبدل. لازم برضه عشان كده أعمل إيه، أكون فاهم business شوية، صح، الbusiness domain اللي أنا شغّال فيه، آه، أو أروح فهمت. للbusiness لو أنا مش فاهم لازم أروح للشخص بتاع الbusiness. تقصد لو domain طبي، domain مثلًا بالضبط. مبيعات، domain إيه ممكن أنا بالضبط أشيل الموضوع؟ معلومة تبقى أنا شايفها مش مهمة، صح. أو الحتّة ديّة أصلًا يعني مهمة وأنا باشيلها مثلًا، ودي أو بتيجي العكس. بتيجي بالممارسة بقى أو بالخبرة بقى. بالضبط، ما هو صح. الخبرة بتفرق بيتتبعها بقى اللي أنت فهمت المجال. أنت عارف عشان كده ساعات بينطلب مثلًا حد يقول لك خبرة 5 سنين في data analysis ويُفضّل يكون اشتغل financial مثلًا. في مشاريع مالية زي ما أنت قُلت، في بالضبط. مشاريع طبية، ليه؟ آه. لإن هم عندهم مشروع أو الbusiness بتاعهم يُشبه اللي هم طالبينه ده. يعني بالضبط. مش في المطلق عاوزين data analysis كده، لأ. هو في الأول أنت طبعًا بتخبّط عشان أنت مش عارف في الأول أنا هاشتغل في إيه، الdomain اللي آه، أنا هاشتغل فيه، أصل هو فيه حاجات كتير. تمام. فأنت في الأول بتخبّط بقى بتشتغل مشاريع بقى على كل حاجة بقى. وصغيّرة، يعني عارف ما حدّش برضه يعني هيثق في حد junior أو صغير لسه بيبدأ إلا في scale غالبًا هيبقى تمام. بالضبط. آه، أنت مع الوقت بقى الrisk قليل. لو حددت بقى مثلًا شركة معيّنة أنا عارف اللي هي الشركة دي تبع domain معيّن، إمم. فأنت طبعًا لو أنا عارف إن أنا هاكمل مع الشركة ديّة فترة كبيرة، أحسن لك أنت كdata analyst اللي هو بدل ما أنت تقعد تنوّع، لأ أنا عاوز أتخصص، أمشي في business أذاكر شوية في الbusiness ده، أبقى فاهم شوية. تمام. ده هيسهّل عليّا، هو أصلًا أهم حاجة أصلًا مش الtools، مش أهم حاجة، أهم حاجة تبقى فاهم المشكلة فين. طيب المشكلة أنا هافهمها لو أنا فاهم الbusiness. كمّل بقى معايا بعد مرحلة cleaning للdata للdata البيانات اللي عندك، ووصلت لdata خلاص تمام، أنت تمام. مقتنع بيها كعبد الرحمن، تمام. هتعمل إيه الخطوة اللي بعد كده؟ وديّة طبعًا زي ما اتفقنا إنها data نضيفة ومطابقة للbusiness اللي بتاعي، يعني إحنا تمام كده واثقين آه. فيها. إيه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ أعمل بقى visualizations أو charts على الحاجات دي، تطلّع مثلًا تخلّي الstakeholder أو واحد ما لوش أي علاقة بالdata analysis، إمم، هو مش فاهم أصلًا، إمم، أطلّع له الحاجة في شكل رسمة مثلًا. آه، يعني مثلًا عارف اللي مثلًا سنة 2020 كان واحد مثلًا الرقم مثلًا اللي أنا كسبت مثلًا 1.000.000، أيوه، 21 كسبت 1.500.000، إمم، 23 2.000.000 مثلًا يعني، إمم، فأنا عرفت اللي فيه تزايد، فأنا أعمل له chart مثلًا يوضّح له اللي الدنيا بتزيد. الصعود. بالضبط. بالضبط كده، فهو يعرف كده إن مبيعاته كويسة، دي آه. مثلًا مثال بسيط آه. يوضّح لنا قيمة المراحل دي كلّها. هو بالنسبة له آه، لمّا يشوفها في أرقام الدنيا هتبقى بالنسبة له مش واضحة أوي أو آه، هيحس الدنيا صعبة، فأنت لمّا تدّيها له في شكل رسمة مثلًا لأ أو وكمان ملوّنة والدنيا ولو حلوة. مفصّلة، يعني بالضبط. مثلًا المنتج الفلاني جاب curve معيّن، أيوه المنتج بالضبط. الفلاني لكن بوجه عام كان في مكسب، صح. لكن ده غير ده. هو ده كواحد كstakeholders أو أي حد يعني الناس دُولة، إمم، هو بالنسبة له ده أسهل عشان هو مش فاهم technical أصلًا، فهو تمام. لمّا يشوف الرسمة دي هيبقى بالنسبة له أحسن. دي بالنسبة لك اسمها إيه بقى insight؟ insight. insight. باطلّع insights إمم، اللي هي هتفيدني في الknowledge لمّا إحنا كنا بنتكلم في الأول أيوه صح كده. data، بعدين information، إمم. بعدين knowledge. دي بقى آخر مرحلة عندك، أنت بتسلّم يعني أنت بتسلّم العميل آه. اللي هي الgraphs ديّة. بالضبط. طيب هو بقى بعد كده المفروض يقرّر قرار بالضبط. بناءً على الحاجات اللي شافها، بناءً على الinsights اللي إحنا يصرف هنا، طلعناها. ما يصرفش هنا. بالضبط. أيوه، أنت ليك دور والّا هو خلاص هو العميل اللي خلاص بقى هو الدور بتاعه وهو بييجي بقى، إلا آه، لو أنا data science كdata scientist. تمام، أنا بالعب هنا دور الdecision، عشان كده باذاكر الحتّة بتاعة الmachine learning أو بادخّل حتّة AI معايا، اللي أنا تمام، باخد قرار كمان. تمام. اللي أنت قُلته دوّة واللي أنت خلّصته هو الanalysis إنّك بتقدّم له الdata في شكل في الآخر insights أو graphs هو ياخد والقرار القرار، هو ياخد القرار. أنا باسهّل له بس أو باوضّح له الدنيا اللي هو لو ياخد القرار. لو أنت بقى عاوز تكمّل الدايرة كلّها وتبقى شاطر أوي في الحتّة ديّة، آه. لازم تكمّل لتوصل لفكرة data science. data science. تمام جدًا. أنت بقى ناوي تعمل إيه؟ ربنا يسهّل إن شاء الله، أنا إن شاء الله data scientist إن شاء الله.
تمام. إن هو أكمّل فيها، بس أبدأ بس يعني إيه، أبدأ بحاجة آه. تخلص، أبقى professional بطريقة أحس إن أنا راضي بيها في business معيّن مثلًا؟ مثلًا، أيوه. وكده، كده أنا كُلّية AI، آه. فحتّة الAI اللي أنا أزوّدها أو اللي أنا أكمّلها كdata science أو ككُلّية أنا مش هاتعب فيها. طب هو مش كفاية معلش إن أنت تُقف عند مرحلة data analysis بس، كفاية ممكن أنا وتبقى شاطر لو حد وجامد؟ حابب ما تمام، ما فيش يعني مشكلة يعني. ده يكفي، في ناس بتستكفي يعني. بس مش أحسن حاجة، صح؟ هو عادي، هو كل واحد وزي ما هو عايز يعني. والطموح، بالضبط، فين الطموح في الموضوع؟ أنا مش حابب أقف كdata analyst. لكن هنا ممكن نتكلم مش هنقول إن هو وِحِش ولا حاجة، لكن لأ أنت هو جميل، ممكن يُقف في جميل الحتّة أيوه. ديّة أيوه والمرحلة هو دي في ويبقى ناس شاطر فيها أوي. هو على حسب بقى، يعني لو أنت شايف لو أنت ارتضيت بالحتّة دي، إمم. أو أنا مثلًا لو أنا جاي لي شغل، لو أنا حتى كمّلت وبقيت data scientist وما جاليش شغل فيها، هل أنا هاقف؟ يعني ما أنا هاكمّل برضه، صح. هاكمّل data طب هنا analyst. سؤال، في المشاريع الكبيرة، إمم. هل بتبقوا team المفروض؟ يعني المفروض إن أنت تشتغل في team وبالتالي كل واحد فيكم ياخد مرحلة من الأول أصلًا، والّا هو واحد بس بياخد الcycle كلّها من أول business requirement لتجميع الdata الخطوات دي كلّها؟ لو الproject كبير آه. فطبعًا هيبقى team، هيبقى صعب على واحد لوحده. هيبقى صعب الواحد لوحده. آه. يعمل كل الخطوات من الأول، يعني تبقوا مع بعض والّا واحد خطوة والتاني خطوة والتالت خطوة؟ أنا أخاف لإن الموضوع فيه قرار شخصي، ده وجهة إمم. نظري. فلمّا يكون في أكتر من حد شغال في خطوة معيّنة، وليكن خطوة الاستبعاد اللي هي بتاعة إمم. الdata، إمم. هتسألوا بعض والّا واحد فيكم هياخد القرار؟ هل الأفضل هنا نبقى شغالين في team والّا الحتّة دي ياخدها واحد لوحده؟ مش هو بيبقى في team leader في الteam؟ آه. ماشي، هو التاسكات متوزعة على الteam، تمام. الteam leader ده وظيفته إيه؟ ما هو هيشوف كل واحد في الteam هو عمل إيه. المفروض بقى إنه حد شاطر أوي في بالضبط. الحتّة دي ويبدأ يوزّع. وأنت كده، كده بتقدّم له الخطوات اللي أنت خدتها واحدة، واحدة، تمام ف جدًا. فهو بيوضّح فهيبقى فاهم. هنا السؤال الجميل، إمم. أنت شايف إن أنت كعبد الرحمن لمّا تكون شغال في فريق عمل إمم. كُلّه شُطّار، سواء على مستوى الزمايل أو على مستوى الteam leader، دي حاجة تشجّعك وأنت تبقى مبسوط بيها، والّا إن أنت تكون أشطر واحد في الteam؟ لأ، حوار أشطر واحد في الteam ده لو أنا في team أكيد كشغل لأ، آه. عشان أنا كده أنا اللي هاشيل الشغل كلّه غالبًا يعني. صح كده، حلوة دي، يعني هي ده السبب، أيوه، أيوه. أو أبقى عارف إن أنا أشطر واحد، أنت اللي هتلبس كل حاجة لازم مهمة. أراجع ورا كل واحد بيعمل إيه، آه. عشان الشغل يطلع كويس. بس ده ممكن يعني يعلّيك وتبقى team leader عليهم بسرعة، مثلًا. وجهة نظر. وجهة أنا نظر، باحاول أقول بس لك. أيوه. صح كده؟ أيوه ممكن. هو كلّها وجهات نظر، يعني أكيد لها جانب إيجابي وجانب سلبي. صح. لكن لو أنت شغال في team لأ، أنا كلّكم أحب شُطّار، الناس يبقى كلّها شطّار، المعلومات هتزيد، معلوماتها هتزيد بالضبط. هاشتغل الشغل هيبقى أسهل. صح. لو كسّلت في مرّة مثلًا عملت حاجة مش كويسة أوي، أبقى عارف إن في حد هيلحقني في بالضبط. الteam. أنا كنت باقول مثال دايمًا إن أنت تخيّل نَفْسك بتحب كرة القدم مثلًا، ماشي. وإن أنت مثلًا في فريق في مركز شباب كذا، وأنت أحسن واحد فيه وأنت نجم الفريق، آه. الناس كلّها بتقول عبد الرحمن، عبد الرحمن، حاجة كويسة، أيوه. دي آخرك في الطموح. طب ما بالك بقى بلعيب عادي في النادي الأهلي مثلًا أو في الزمالك مثلًا، أنت تحب تكون مين في دول؟ أكيد طبعًا. نادي ها، كبير. بالضبط كده، لإن وجودك في النادي الكبير أو حتى لو أنت شخص عادي فيهم، ده بيفتح لك الآفاق اللي بعد كده. بالضبط. أنت بتخرج من المحلية للعالمية، أيوه. مضبوط كده؟ صح. لأ، العمل في team طبعًا قطعًا شُطّار، سواء على مستوى الزملا أو مستوى الإدارة، يعني حتى في المدير الشاطر إمم. هيدّيك task كويسة، هيعرف يقدّرك صح. المدير آه. الشاطر بيعرف لو أنت عندك skill مش أحسن حاجة يعلّيك فيها، صح؟ يمكن يدّيك هيعرف course. يدّيني مثلًا نصيحة، بالضبط كده. أعمل إيه أو ما بالضبط. أعملش إيه، أنا مع الوقت أكيد هابقى شاطر زيه. بيئة العمل الشاطرة عمومًا يعني يُفضّل يكون كل اللي فيها شطّار في حتّتهم، صح. فأمّا تكون أنت أشطر واحد في الteam زي ما أنت قُلت، المشكلة إنّك هتلبس فعلًا كل أيوه، حاجة. أنا أي حاجة هتعملها لازم، أو أي واحد صاحبي هيعمل فين حاجة عبد الرحمن؟ لازم أراجع وراه، حتى لو ما قالش كده أنا لازم أراجع فين وراه. عبده؟ خلاص أيوه. بقى فين عبد الرحمن؟ اعمل كل حاجة. بالضبط. طيب ماشي يا عبد الرحمن، طيب نرجع بقى من البداية، دلوقتي اتكلّمنا إن أنت شاطر في تخصُّصك، وإن أنت نموذج لشباب كتير في نهاية المرحلة الدراسية ربنا يخليك والله. الجامعية، لأ أنت شاطر، يعني إحنا بُص قاعدين مع بعض ليه؟ عشان أنت حد شاطر، يعني سبب معرفتنا إن أنت أصلًا حد شاطر. ما باحبش أبدًا فكرة إن أنت أشطر حد قابلته أو أشطر حد في حتتك دي أنا أيوه طبعًا. لأ إحنا عايزين باحس الناس كلّها تبقى كويسة. أنت يعني تتصوّر في يوم من الأيام إن إحنا ممكن ناخد كاس العالم أو ننافس في كاس العالم عشان معانا محمد صلاح بس؟
صح كده؟ أتمنى بس لأ. لأ، صعبة يعني. لازم الفريق كله أيوه. يبقى شطّار، لازم الدفاع يبقى كويس جدًا وحارس المرمى كويس جدًا، إمم. يعني وده طبعًا دي مسؤولية حسام حسن، صح كده؟ حسام حسن اللي هو المدرب أيوه. دلوقتي، إنه لازم يختار أشطر حد في كل حتّة عشان يبقى الفريق كله شاطر، صح. لكن أنا معايا صلاح هاكسب، ورونالدو ما ما خدهاش ليه فيش. قبل كده، صح؟ لا ما خدهاش ولا مرّة مثلًا صحيح. رونالدو ما خدهاش ليه قبل آه. كده، لازم. فرصتنا عظيمة جدًا في أي مجال لمّا يكون عندنا فريق عمل شاطر جدًا. عشان كده باقول أنت حد شاطر، وده إمم. ده أبدًا لا هو إطراء يخلّيك تتغار بالعكس ده بيحطك في مقامك الحقيقي، أنت حد شاطر. إمم. ونموذج ناس كتيرة زي ما اتفقنا، سواء نموذج لناس أصغر منك أو ناس موجودين معاك. هنا عاوزين بقى نقول رحلتك كعبد الرحمن من البداية، وفكرة إنك كنت شاطر في مرحلة من المراحل ومحطاتك إمم. عبر السنين عشان توصل للموضوع ده. كلمني كده من ابتدائي، إعدادي، ثانوي، أنت كنت شاطر في إيه قبل كده؟ كنت باذاكر في ابتدائي، كنت تمام. كنت شاطر في ابتدائي على فكرة والله، بس ما كنتش باطلع من الأوائل. فكّرتك أنا أيوه. كنت ما شاطر والله أعرفش. في ابتدائي آه. بس لأ، كنت يعني زمايلي بيطلعوا في الأوائل وأنا أشطر منهم، بس كان فصلنا ما فيش حد كان بيطلع يعني في كنت الأوائل. بتطلع من الأوائل، التاني أو التالت أو كان الرابع. مثلًا بتبقى ظروف كده في فصلنا بالذات، بيبقى زي سُمعة كده ما حدش آه. بالمدرسين ما كناش بنطلع من الأوائل. بعد كده في إعدادي الحمد لله من إعدادي للثانوي ما فيش مرّة، لأ إمم. تانية إعدادي ما طلعتش من الأوائل. طب كلمني بعد بقى كده كنت عن المواد اللي أنت كنت شاطر فيها أوي، لإن إحنا بنتكلم عن حتى الأسباب أو البذرة اللي خلّتك تبقى شاطر في الdata science أو data analysis، المواد زي الرياضيات، الفيزيا، كنت أنا شاطر في إيه؟ باحب الرياضة، الرياضة آه، والفيزيا كنت باحبهم أوي. وشاطر فيهم كنت الحمد لله يعني. والمدرسين خدوا بالهم؟ أنا مدرسين الرياضة طبعًا أستاذي يعني أيوه، خَد باله يعني معايا أصلًا يعتبر لحد دلوقتي باتواصل معاه والله، يعني اللي هو ما شاء الله، يعني كويس. كان ملاحظ إن أنت شاطر في الرياضيات، ده بتتكلم عن المرحلة الإعدادية، عن إيه؟ المرحلة الإعدادية إعدادية وثانوية. كنت شاطر هو معاك نفس المدرس في الإعدادي والثانوي؟ كمّلت معاه برضه وكان معايا في ثانوي وكمّلت معاه. أونلاين برضه كنت باذاكر أونلاين في ثانوية برضه كان تمام، معاه. تمام جدًا. طيب كان عندك أي مهارات تانية تؤهلك إن أنت تبقى شاطر في المستقبل؟ حاسس إن أنت عندك مَلَكة عارف أحيانًا بيكون أنت شاطر إمم. في العربي وأنت مش حابه، يعني أنت العربي بالنسبة لك مادة عادية، آه. وناس تقول لك أنت هتبقى مدرس عربي شاطر لمّا تكبر، يا جماعة أنا عايز أبقى دكتور، بس باذاكر كل مثلًا المواد عشان أبقى شاطر في الطب بالضبط. بعد كده. هل أنت كان عندك أي مهارة تانية الآخرين كانوا بيلاحظوها فيك، مش شرط هي تكون ليها علاقة بالdata analysis إمم. دلوقتي، بس أنت فعلًا كنت مميز فيها؟ أي مادة تانية أو أي مهارة تانية؟ ما فيش حاجة ملاحظها يعني مش عارف، بس كان بتعرف تحكي؟ مثلًا مثلًا قعدة عبد الرحمن حلوة، بيعرف يحكي، بيعرف أنت آه. دلوقتي في مهنة لازم تكون بتعرف لازم تحكي. لأ بس هي ما كانتش فيّا الحتّة دي في الأول. آه، باتكلّم كده بتلقائية والله يعني مش آه، حاجة. لكن لو محضّر ممكن أتلخبط، يعني اللي هو آه، لكن كعمومًا مثلًا باحب أقعد مع أصحابي كتير، نقعد نتكلّم حتى لو ما بنعملش حاجة، تعرف الحاجات تحكي، دي. تمام كده. لو حد بيكلّمني أعرف أرُد يعني اللي هو نتكلّم. ممكن إن أنا أفتّح مواضيع مش دايمًا يعني. أنت في آه. محيط زمايلك أشطر حد لأ والّا كنتم مش شرط يعني أنا زمايلي بسم الله ما شاء الله يعني. إمم، لأ معانا يعني اللي كانوا في ثانوية. آه، لأ، يعني بسم الله ما شاء الله دكاترة ومهندسين، وواحد كان دخل فنية عسكرية. هو تمام، أصلًا كان الأول على كان ما الأول شاء على الله، مدرستنا. تمام. بس هو قدّم فنية عسكرية وبسم الله ما شاء الله يعني ربنا يوفقه. دفعتك ما شاء الله كلّهم شطار. أو زمايلي، زمايلي. دفعة زمايلك آه. زمايلك يعني، آه. وما زلتم على تواصل وكده على طول. لحد دلوقتي ما طلعتش معاهم النهارده عشان جيت معاك. يعني أصلًا بتتقابلوا على طول كل weekend. بنتقابل مثلًا اللي هو ظروف زمايلي بقى آه، عشان زميلي اللي هو في الفنية العسكرية ده طبعًا مش آه، بننزل على طول. بنعتذر لهم معلش إحنا آسفين لأ إحنا عادي. آسفين يا عبد الرحمن. عادي والله. طيب حلوة جينا لنقطة حلوة جدًا، الجزء الfunny في حياتك إمم. بتمانجه إزاي؟ عشان تفضل محافظ على شطارتك أصلًا؟ باحب أقعد في البيت، يعني باحب أنا أقعد مع أهلي. ده بيتوتي يعني، كائن بيتوتي. أو يعني أكتر حاجة يعني ممكن أقعد مع أهلي ما أحسش بالوقت يعني. وأنا إمم. أصلًا يعني مرتبط بيهم جامد يعني. أنت بتحب مثلًا تتفرّج معاهم على حاجة معيّنة؟ ممكن قعدة بس كفاية. القعدة بس كده، قعدة بس كفاية بالنسبة لي يعني، إحنا بنقعد الحمد ندردش لله. وكده، تمام. طيب أنت الجزء الfunny في حياتك ده، جيت في يوم من الأيام لغيته شوية، أجّلته شوية؟ ساعات مثلًا ما باحسش إن أنا جيت عليه مثلًا كأهلي أو صحابي. آه، صحابي باجي عليهم كتير أوي يعني مش يعني هاقول كده لأسباب بس إيه؟ يعني هل لأسباب الدراسة، مثلًا أسباب مش فاضي أو الوقت اللي أنا فاضي فيه هو مش فاضي. إمم، فبتبقى مثلًا كل فترة، بس الحمد لله يعني اللي هو إحنا بنبقى متفهمين ده، يعني
لو رجعنا لبعض بعد فترة يعني ما فيش حاجة أنت كنت غايب ليه أو اللي أنا زعلت، بنسأل طبعًا اللي هو صح. في إيه أو كده، اللي هو فينك مش عارف إيه، وبنتكلم طبعًا، بس ما فيش بقى طَب أنت بقى لك كتير ما بتسألش. لأ دي الصحاب اللي آه، بجد بقى، آه، عشان كده اللي هم إيه، بينجزوا على طول. أنت بالضبط اللي عارف هو أنت بيبقى يعني ممكن تقعدوا سنين ما تشوفوش بعض، بس الموضوع صحاب. متفهم. صحاب يا أيوه، معلم، أنت عارف إن أنا مشغول، أنت عارف إنك لأ مشغول، نعذر بالضبط، بعض. آه. لأ بس أنت مثلًا ييجي في مرحلة ثانوية عامة، تالتة ثانوي، ساعات بتدّي أولوية للمذاكرة. ما هم كده ماشي، ما هو بالضبط، أنا كده قاعد في بيتي آه. مع أهلي. أصل أنت جاوبتني آه، إجابة عارف بيتوتي بس، عارف في ناس يعني غيرك بيجاوب إجابات تانية، اللي باحب هي أروح سينما، باحب ألعب كورة كل اتنين وأربعة، يعني دي ديّة الإجابات. كانت موجودة أنت قاعد بس في البيت من أصلًا. ساعة كورونا وأنا ما بقيتش أنزل، يعني زي ما يكون عادة ما آه. بقتش اتلغت من عندي. كنت ال باطلع مع زمايلي نلعب تمام. كورة، بس كده بنطلع PlayStation دلوقتي، بقى لنا كذا حلو. سَنة يعني جميل. من قبل ثانوية مثلًا، من تانية ثانوي كده بقى لنا كام سَنة، 6 سنين، 5 سنين، من 5 2020 سنين كورونا 2020 آه، سنة 5 لحد دلوقتي يعني أو بنطلع 6 سنين كتير سوا. طيب سؤال يا معلم، أنت ممكن تقول لحد من زمايلك أنت شاطر وهو معاك في نفس المنافسة يعتبر أو في نفس إمم. التخصص؟ أنا قُلت لكذا حد من زمايلي اللي هُم شاطرين، يعني في عادي؟ الكلية في تخصصي في ناس أصلًا بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن أكون أنا أقل واحد فيهم كمان. ما بتحسش يعني عارف إن أنت إيه، أنا أقول له أنا شاطر وأنا أصلًا يعني إحنا بننافس لأ، هو بعض. أنا عارف اللي هو أشطر منّي، يعني هو آه. خلاص يعني ما أقدرش، ممكن اللي هو أشطر منّي في حتّة بس أنا أحسن منّه في حتّة تانية. بالضبط. بالضبط، بس هو أنا عارف باحسّه اللي هو يعني مثلًا لمّا يكون بيعمل كذا حاجة، إمم. يعني معايا ناس زمايلي في الكلية بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك، شغّال مثلًا يعني هو شغّال في شغل في كليته مثلًا كويس ما شاء بيرتّب الله. يعني بيرتّب في زمايلك بيعملوا نشاطات في جانب نشاطات الدراسة، وكويسين في ده وده. فأنت عشان كده لأ هو فعلًا شاطر، صح، اللي يقدر بالضبط. يوازن ما بين واللي هو كمان مش بيعمله اللي هو مثلًا بيكروت مثلًا أو اللي هو أنا كويس في ده وكويس في ده، لأ آه، هو شاطر في ده وشاطر في ده. في الاتنين. آه، بالضبط. فديّة حاجة لأ أنا أقول ده طبعًا أقول أشطر منّي. وتعتبره قدوة، يعني مثلًا تحاول توصل له أو تعمل زيه والّا أنت لأ أنا كده زي الفل؟ لأ أنا طبعًا هاحاول أقلده بس برضه ما عشان كنت ساعات باكتئب في الأول. إمم. لأ يعني أو أبقى عارف إن دي قدرات يعني كل واحد وقدراته. صح، هي أنا إمكانيات، بالضبط يعني بس ممكن تعوّض قدراتك بوقت زيادة، بالضبط، صح والّا غلط؟ بالضبط يعني هو ممكن يكون شاطر بيعمل اللي بيعمله في 8 ساعات، مثلًا. آه، أنت ممكن تكون في 10، بالضبط. إيه المشكلة بقى؟ أيوه هي مش مشكلة بس هو أنا باشوفه إمم. يعني أنا باتكلّم عشان هُم دول صحابي فأنا بابقى شايفهم يعني هو من كتر التعب يا عيني باشوفه مثلًا قاعد في المحاضرة بينام. أنت مش عايز توصل للمرحلة دي، أيوه صح كده؟ هو مش أنت حكاية عارف هي مشكلتي مع الشباب إيه؟ مش حكاية كده اللي هو أنت آه. ليه تعمل في نَفْسك كده طَب حاجة أنت مش مضطر لها يعني عاوز أو يبقى شاطر في كل حاجة يا راجل. أنا مش معترض أنت عايز أنت عايز ما تاخد عشان دور كده الشيطان تقول عشان كده عايز تقول له وعشان ما كده تعملش. باقول لك هو شاطر وأنا آه. وده اللي أنت بتقول لي ممكن أعتبره قدوة بجد، اللي صح. هو وشاطر كجانب يعني برضه في جانب ديني أو كده لازم يكون هو علاقته بربنا اللهم صح. بارك يعني. فبرضه عشان كده باقول لك هو ده بقى بس ممكن يبقى قدوة يعني. هاقول لك حاجة، هو ممكن يكون اللي يعني أنا متصوّر إن عبد الرحمن ممكن يعمل ده، إمم، وأنا باتكلّم بلسانك، إن أنت متصوّر إنه ممكن يعمل ده، لكن هو ممكن يكون عنده حافز معيّن يخلّيه يعمل ده، ممكن يكون هو ممكن. محتاج لفلوس، فمحتاج يشتغل عشان يجيب فلوس، وفي نفس الوقت هو شاطر وعاوز أيوه، أيوه، يتفوّق، فبيضطر يذاكر، ففكرة وجود الحافز هي اللي مخلّية الشاب ده شاطر في الحاجة الفلانية، لو ما فيش حافز أنت آه، ممكن تقول إيه زي ما أنت قُلت، طب ما أنام يعني أنا هاذاكر ليه، صح كده؟ صح. صح. أنا مش باتكلّم على كده اللي هو إيه، يعني مثلًا بيبقى عندنا حاجة في الكلية مثلًا إمم. مش مهمة أوي، طالما أنا تعبان يعني. إمم. ليه إيه اللي مضطر أنزل جابك؟ يعني طالما أنت هتعرف تعوّضها، يعني أنت آه. لو أنت نمت الشوية دول وصحيت هتعرف تعوّضها. لأ لأ هو جه وقعد. واللي بالضبط. هو وأنا باقول لك اللهم بارك يعني، فهو كمان عشان صاحبي فأنا عارف اللي هو كده. أنا مبسوط إن أنت شايف ناس في جيلك ودفعتك لأ قدوة أنا دفعتي ونماذج. اللهم بارك يعني في الكلية أنا بالضبط. متوقع ناس وإحنا هتكسّر الدنيا زي يعني. ما اتفقنا إن أنت نموذج مُعبّر عنهم، يعني زي ما أنا قُلت من الأول إن عبد الرحمن مش أشطر لفظ الأشطر، لكن هو بالضبط واحد أيوه. من الشطار، والشطار دول بيبقى فيهم اختلافات بسيطة، ده أشطر في حاجة وده أشطر في حاجة، كلنا بنكمّل بعض، في النهاية بعد ما تتخرّجوا من الكلية كلّكم أنتم أصلًا هتبقوا سَنَد لبعض، إمم، يعني أنت عارف إن زميلك شاطر في التحليل أكتر منّك، وأنت شاطر أكتر منّه في حتّة الcleaning مثلًا يعني، مين مثلًا هيساعد مين في الفترة دي؟ صح؟ فترة ما بعد صح. الكلية التخصُّص الحقيقي ومواجهة الحياة، أنتم سَنَد لبعض.
ففكرة إن أنا أبقى أشطر واحد ومش محتاج حاجة من حد، ما فيش حاجة اسمها مش أشطر موجودة، واحد يعني، صح ما فيش كده؟ حاجة اسمها أشطر كلنا واحد. شطار، أيوه، بالضبط كده، كل واحد شاطر في حتته يعني، تمام، وكل واحد عنده ميزة يعني مش موجودة في التاني يعني. إمم، يعني هو اللي أنا باقول عليه كويس ده أو اللي أنا باقول عليهم كويسين صحابي دول، أنا أحسن منهم في حاجات أكيد يعني. صح، أنا ممكن أكون شايفها أو مش شايفها، هُم شايفين إن أنا أحسن منهم في حاجات، زي ما تمام، أنا شايف اللي هُم أصل أنا برضه كواحد أنا بابُص على الحاجة اللي ناقصاني، إمم. فممكن أكون شايف الميزة بس ممكن مش واخد بالي من العيب أوي. طيب أنت ممكن كعبد الرحمن تشتغل freelance، تفضّل تشتغل freelance في الشغل بتاعك، والّا تشتغل في شركة وتاخد تاسكات من مدير وكده؟ أنا كعبد الرحمن ممكن أشتغل freelance بس مش باحبذ الحتّة دي، إمم، أنا كشخص آه، ما أحبش أشتغل freelance تحب تشتغل في team في وتاخد team كشركة أو بتاع ممكن كبداية، آه، اللي أنا أبدأ في شركة، بعد كده بقى الله أعلم يعني. صح، لمّا تفهم كل حاجة، تفهم جوانب بالضبط، العمل الحقيقية إيه، بالضبط. والعالم الحقيقي إيه، لكن ما أحبش كبداية freelance. ما تحبش تبدأ freelance. ده وجهة نظري يعني، الله أعلم صح والّا غلط، بس أنا شايف كده. طيب وأنت في الكلية دلوقتي في سنة رابعة، إمم، وخلال ال3 سنين اللي فاتوا ورابعة اللي هي السنة دي، إمم، آآ أنت شاطر، أنت طبعًا باتكلم أنت أو أي حد من زمايلك، يعني خلاص إمم، اتفقنا إن أنت نموذج. بالضبط، أنا هاتكلم ب عن زمايلي بالضبط وبلاش أنا كده. يعني. الشطارة في الموضوع دوّة، شطارة data analysis بتقتصر على مذاكرتك للمواد اللي بتاخدها في الكلية بس، والّا في طرق تانية أو في resource أخرى تستعين بيها عشان تبقى شاطر في الحتّة ديّة؟ زي ما إحنا قُلنا في الأول في حاجات كتيرة ممكن نsearch عليها أو نعرف، وبالنسبة للكلية كdata analysis هو إحنا data science data analysis ده أصلًا جزء من جزء data صح، science ماشي، خلّيه data هو science. كده أيوه. هو بيبقى آه. كبير يعني، فلأ في حاجات كتير كويسة ممكن يعملها على اليوتيوب، على الinterns اللي ممكن ينزلها في شركات ممكن يقدّم وممكن تضبط معاه في الشركة. وأنت في الكلية ويقبلوك. بس بيبقى صعب شوية أو في حاجات بتنزل مثلًا كتدريبات عادية مثلًا إن أنت تتعلم. تمام. في شركات بتنزّل في شركات بتنزّل، دي أنت كلّها بتدوّر بقى هي ديّة شُغلتك، اللي أنت قاعد كل داخل على الشركات وقاعد تsearch بقى لو في حاجة معيّنة ودي نزلت كلّها حاجات اختيارية، يعني ما صح، هي الكلية ما مش لهاش الكلية علاقة ما لهاش علاقة، في أول سَنة فعلًا الكلية كانت بتبعت لنا لينكات لحاجات، ديّة آه، حاجة وعاملين جروب في الكلية مثلًا لو زمايلنا بيبعتوا حاجة، أنا أصلًا الحاجات اللي أنا قابلت فيها غالبًا من زمايلي. تمام. يعني أنا فاكر الشخص الشاطر اللي أنا كنت باتكلّم عليه اللي هو جِه في دماغي وأنا باتكلّم عليه ده، هو اللي كان باعت link تدريب أنا رُحته وهو ما راحوش، كنت آه. مستغرب إزاي هو فتح لك الباب أيوه أنا وبُص، لحد دلوقتي أنت قُلت يعني إيه، الشخص الشاطر اللي أنا عارفه، آه، وجود شطار في حياتك بيفتح لك فرص، آه، لو أنت لوحدك يا معلم. حتى ساعتها أنا ما كانش ليّا كلام معاه أوي، آه، عرفته بعد ما خلّصت بقى ونزلنا الكلية قُلت له: "يا ابني إيه أنت قُلت أنت لي هنا اللي حلوة باعت، وما جيتش ليه؟" أنت هو اللي ندم باعت بقى. لأ هو ما ندمش ولا حاجة، آه، هو قدّم السنة اللي بعدها آه، آآ وما قبلش عشان over qualified يعني متخيل؟ يا الله! اللي فعلًا هو شاطر للدرجة دي. طب هنا سؤال، أنت عندك كده 3 صيف عدّوا عليك في الكلية، لأ 2 في الكلية، أنت في لأ سنة رابعة دلوقتي، يبقى 3 يبقى صيف من عدّوا عليك. أولى لتانية أنا أقصد صيف، ومن تانية لتالتة صيف وداخلة رابعة ماشي، صيف، ماشي، يا مش عارف ماشي، تجمع، ماشي. فضيحة دي يا عم. أصل 3 أنا صيف حاسس اللي هو أصل أنا يبقى في صيف فعلًا كنت نايم فيه، الصيف الأخير، في صيف كنت الصيف عامل كده وإيه الأخير ده، ده عدّى عليَّ. الصيف الأخير ده أصل أنا مش متخيل لسه إن أنا في سنة رابعة يعني اللي أصلًا هاتخرّج لسه ما اللي هو حدش قال لي يا لسه باشمهندس شوية ولا senior. أيوه. هنا السؤال، أنت عملت إيه في ال3 صفات دول، عملت إيه؟ هل خدت كورسات، هل اشتغلت، طوّرت نفسك إزاي؟ أنا في أول سنة بعد ما أول سنة في الكلية كانت صعبة شوية. إمم، مش صعبة كمذاكرة، يعني هي يعني أنت حاجة جديدة بتحاول تتأقلم معاها، ديّة كانت الصعوبة يعني. إمم، مش فاهم مجال جديد كليًا، يعني إمم، أنت واحد مش عارف حاجة، مش عارف إيه أصلًا الكمبيوتر بالنسبة لناس كتير يعني، صح. مش عليّا بالذات يعني، على كل الناس. user عادي جدًا، آه، لسه ما تعرفش حاجة في المجال، آه، صح. فاللي هو تدخل بقى أنت عايز تsearch كتير، عايز تدوّر، أنت مش عارف إيه أصلًا إمم، المجال، إمم. هاختار أنهي track أمشي فيه، ده كله مش عارفه. ده كله basics أصلًا أنت ما فيش، تمام. فده كله كانت صعبة بقى في كده. بس في الصيف بقى اللي بعد نهاية سنة أولى، اللي إحنا بنتكلم عن أول صيف، هل ممكن كنت تروح تاخد كورس في حاجة معينة، والّا هتعتمد على الself study؟ في سنة أولى؟ في آه، سنة بعد نهاية أولى سنة أولى، أنا باتكلم على الصيف، الفترة الصيفية اللي أنت ممكن ما لو أنا عندكش عرفت إن أنا هاختار الكلية ممكن آخد حاجات لو أنا ما عنديش الأساسيات،
ممكن آخُد أساسيات كمبيوتر اللي هي مثلًا في CS50 آه، ممكن أتفرّج عليه. كورس مشهور جدًا أيوه، وفارق كتير عند ناس كتيرة في بالضبط. عقليتهم، صح، أنت ممكن تبدأ بيه كبداية يعني صح، وتخلّصه، تمام. هيفرق معاك برضه في القُلّية. طيب في التخصُّص بعد ما خلاص تخصُّصك عرفته، أخدت آه. بقى كورسات تانية أكيد في تخصُّصك. في بعد سنة أولى قدّمت كان للكورس ده تبع SIC ده إمم، قدّمت فيه، ده كان علّمنا programming coding وprogramming يعني إيه basics AI تمام، وdata science كان basic كان برضه basic كلّها حاجات basics يعني ما فيش حاجة، اللي هو الحاجات اللي هنستخدمها كlibraries في Python بنستخدمها يعني في الdata science دي كلّها اتعلمتها في التدريب ده برّه الكُلّية، برّه الكلية ديّة في فترة الصيف بقى. تمام، بعد كده قبلها برضه في فترة الصيف رُحت كورس برضه كان AI إمم، كان تدريب برضه، قعدنا ييجي شهر ونُص والّا شهر حلو. كان 120 ساعة. أنت تقريبًا ما ضيّعتش صيف كده، ما فيش صيف تقريبًا ضيّعته في الصيف الأخير الصيف الأخير بس. ضي يعتبر ضاع شوية عشان كنت مشغول في حاجات تانية، آه، يعني كنا بنعمل حاجات تانية، بس هو كان غصب عني برضه. جات لي على فكرة حاجة واعتذرت عنها، كانت 6 شهور آه، اتقبلت فيها بس اعتذرت عنها. بس الصح عشان يعني بس أنا ما كنتش ندمان وأنا باعتذر عنها، مع إن في جات لي ما جاتش لناس زمايلي وقالوا لي: "أنت إزاي هتعتذر يعني؟" إمم. بس قُلت لهم: "أنا شايف كده يعني حاسسها مش ليّا، حاسسها هتضيّع وقتي أكتر." أنت الصح فعلًا توازن، مضبوط كده، أنت أصلًا بالضبط، في الكلية بتتكلم عن حاجة 6 شهور، هتبدأها في أيوه، الصيف، ممكن هتيجي أكيد على الترم اللي بعديها بالضبط. يعني، فصعبة شوية. أصل أنا لكن مش بوجه عام أنت لأ، لازم تلتحق دايمًا بحاجة. آه، فكرة الشباب اللي تاخد أجازة شهرين بدون أي حاجة، بدون شهرين أي حاجة لأ، يعني أنا أنا حتى كمان أنا يعني في الفترة ديّة عشان أنا كنت محضّر حاجات هاذاكرها، أيوه أنا بالضبط كده، معتذر عشان قدّامي حاجات هاذاكرها. في خطة موجودة هاعمل فيها حاجة. بالضبط، هو الخطة ديّة ما اكتملتش 100% عشان زي ما قُلت لك في حاجات حصلت دروبات إمم، عندنا، فما عرفتش أكمّل، بس يعني ما لحد دلوقتي يعني مكمّل فيها دلوقتي. تمام. طيب أنت عارف يا عبد الرحمن إن إحنا سبب معرفتنا هو إن إحنا في تدريب ما بيننا مشترك إمم، في شركة رالي، إمم. فممكن تكلمني كده عن أنت إزاي أصلًا عرفت رالي، و وإيه رأيك في التدريب اللي أنت بتتلقاه حاليًا في الشركة؟ عرفت عن رالي في جروب الكلية برضه كان لحد دلوقتي في جروب الكلية، أيوه، اللي كويس، هو ده كان حاجة كويسة جميل، وقدّمت فيها والحمد يعني لله. جروب بتتكلم عن جروب آه، واتساب، تمام جدًا، أوكي، هو كان ده بداية الlink يعني، آه، بعد كده قدّمت بقى. رالي، إمم، تمام كده، إحنا تمام، وصلنا لمرحلة بقى إيه، التدريب المشترك اللي أنت بتاخده في شركة رالي، إمم. كلمني كده أنت وصلك إزاي، و وإيه أخبارك فيه دلوقتي؟ وصلني عن طريق جروب واتساب، إمم، جروب تبع الكلية، تبع كليتي يعني، هو تمام، حد بعت لي الlink وأنا قدّمت، والحمد لله قبلت ودخلنا فترة الإعداد اللي هي كانت 10 أيام، تمام، الضغط جامد يعني آه. كان فترة فترة الإعداد ديّة أنت عارف بتتعمل علشان تدّي للناس الbasics اللي أنت قُلت عنها من شوية اللي لازمة بالضبط، ليهم، يعني مش كان كل اللي الناس على هو فكرة خريجين أو في طلبة في آه، حاسبات أو كده، صح بالضبط، كده؟ كانت إنجليزي وsoft وsoft skills skills وtechnical وtechnical تمام، كان كتير أوي كان كتير و صح؟ والإنجليزي كان كل يوم. لأ وكان في حاجات أنت في وجهة نظرك مش محتاجها، في زي وكان الشبكات صح؟ آه، جزء الشبكات جزء الشبكات فعلًا. صح، جزء الsecurity أنا طبعًا. مش محتاج كل ده في أيوه، أنا حياتي، هاتعلّمه ليه أصلًا؟ أيوه اللي بالضبط هو كده. بس عشان نقدر نفلتر الناس على مدى قدرتهم على المذاكرة أصلًا، بالضبط، ده موضوع جديد بالنسبة لك، اللي هو هتعمل إيه؟ يكمّل برضه حوار 100 يوم، هو مش متعوّد على ضغط 10 صح، أيام بس. بالضبط، يعني هي بالضبط، مدّيين لك عينة 10 أيام آه، بتجرّب فيهم الموضوع، بالضبط، وبندّيك فيهم مش مجرد تجربة نسيبك لنفسك، إحنا بندّي لك English sessions تقريبًا إمم، كان كل يوم الEnglish كان كل يوم، صح كده؟ إمم، و وsoft skills كنا بندّيكم تاسكات تخُص المهارات آه، الشخصية. طيب كلمني عن الsoft skills قُل لي إيه كنا بنعمل آه، podcast وsessions ومش عارف إيه، تخُش مع زمايلك، آه، ده كان جميل برضه، كانت مثلًا خلّت علاقتك بالteam اللي معاك كويس، عرفت ناس دي علاقتك بيهم بقت كويسة، بقيت تكلمهم في أي وقت لو محتاج حاجة. الcommunication مهمة، بالضبط، مش مقتصرة على شلة أو مكان أيوه، معيّن، أيوه، لأ، لأ، وكمان أنا كل اللي معانا أول مرّة أعرفهم يعني بالضبط، ما بالضبط، يعني كسبت ناس جديدة. تمام.
يبقى كده الcommunication إيه تاني استفدته والsoft skills خلال 10 أيام؟ الإنجليزي طبعًا هو مش هاقول لك هو هيتطوّر في ال10 أيام يعني، بس أكيد. فرق، يعني فرق شوية اللي هو أنت عوّدك شوية. الدنيا كانت حلوة، الsession نفسها كانت بتبقى لذيذة يعني. أنت هو أخدت sessions قبل كده English تتكلم مع حد مدة ساعة أو ساعتين لأ، إنجليزي؟ ساعة وساعتين، أنا حضرت sessions English بس آه، مع محادثات اللي هو زي ما تقول ساعة كده لمدة ساعة لأ، أو بالضبط. بنتكلم مثلًا 5 دقايق، 10 دقايق، يعني اللي هو إيه، كحاجات كده. الfeedback بقى اللي جه من زمايلك، ما أعرفش أنت رأيك فيه إيه، إن هم أول مرّة يتحطّوا في موقف إنه مضطر يسمع لمدة ساعتين ويتسأل في النُص، أي نعم مش ما فيش حد بيتكلم بجد؟ بالساعتين يعني، يسمع ساعتين ويضطر يجاوب بسؤال في النُص شوية. هو الدنيا كانت بالنسبة للناس كانت ممكن تبقى صعبة، بس كانت لذيذة يعني. حتى آه. الإنجليزي اللي هو كنا بنتكلم بيه ما كانش يعني صعب اللي هو لا، لأ ما نفهمش. خالص، ما هو هو الصعب ممكن بيبقى بالنسبة لناس كتيرة اللي هي ممكن ما تكونش بتعرف تتكلم، أيوه. وده برضه مش في ناس معانا كانت بسم الله ما شاء الله يعني اللهم ما هو بارك يعني. الفترة هدفها إيه؟ إحنا كنا حتى الرسالة اللي كنا بنقولها لكم إن أنتم 3 مستويات، إمم، في منكم ناس over qualified زي صاحبك بالضبط أيوه. بتاع الإنجليزي، أيوه، ودول لازم يحضروا عشان نتأكد إن هم فعلًا شطار في آه، الإنجليزي أو والsoft skills عندهم كويسة، لازم يبرزنتوا، آه، لازم يظهروا ده للمستر اللي بيتكلم معاهم. وفي ناس عندكم بالضبط، طب دول عايزين نعرفهم بقى، عشان إحنا لإن في مستوى معيّن يؤهلك لمذاكرة الcomputer science عمومًا أو الذكاء الصناعي أو أي مادة علمية. أيوه أنت بتتفرج على هنود أصلًا عشان تفهم. مثلًا، بس إنجليزي برضه صح؟ أيوه، هتقرا يا سيدي صح؟ آه، يعني خلّي بالك ففي عندك أكتر من مهارة، القراءة والكتابة فإحنا عاوزين نتأكد إن ناس في المستوى ده، وفي ناس أقل، آه، فالأقل ده أنا بادّي له فرصة 10 أيام إنه يعرف إن عنده مشكلة بالضبط، ويجتهد على نفسه، عنده الفرصة. يعني أنت عارف إن في بعض الأماكن اللي هي بتدّي تراكات 6 شهور، 9 شهور، إمم، هي عاوزة تفلتر الناس اللي هيدخلوا فيها من أول يوم، بيكونوا بlevel معيّن في كل حاجة، صح كده؟ أنت إمم، قاعد تسمع عن الأماكن ديّة آه، وعارف منّك فكرة يعني. الأماكن دي بييجي لها عشرات الآلاف من الناس وهو عاوز 1000 مثلًا، طب أنا ال1000 دول على أي أساس أختارهم؟ صح؟ بيحط آه، له امتحان English بlevel معيّن، يحط له IQ، امتحان IQ، يحط له ممكن technical وفي interview في HR technical بعد كده صح؟ interview هناك، أيوه بالضبط. الحاجات فكرة الفترة دي المميز بقى في اللي بنعمله إن إحنا ما لأ، قبل ما نقول لك أنت مش معانا أو أنت تقول أنا مش هاقدر، أيوه صح. الفترة التأهيلية ديّة. كانت جميلة يعني هي فكرتها بصراحة يعني عجبتني يعني. وفرقت معاكم في حاجة تانية، إنكم بعد ما بدأتوا التراك بتاعكم بقيتوا كلّكم عارفين بعض آه، وشطّار، يعني بُص إحنا كلّنا أنا عارفين عارف قدراتنا وإمكانياتنا. بالضبط، عارف عبد الرحمن اللي كان بيتكلم مش عارف بطريقة كويسة أو أيوه، بطريقة مش كويسة يعني، صح، كنا عارفين بعض. بالضبط، يعني أصلًا وجودنا مع بعض وعلاقتنا أصلًا اتكوّنت في فترة الإعداد دي. صح. أنت فاكر أي task اتاخدت في soft skills خلال ال10 أيام، آآ مشروع كنتم عملتوه أو حاجة زي كده؟ كنا بنتكلم مثلًا كل واحد يختار topic أيوه، ويعمل عليه podcast مثلًا 10 دقايق أو 5 دقايق يقعد يتكلم فيه. أنت أخدت موضوع إيه؟ data analysis اتكلمت فيه أنت قعدت. اللي خدته صح كده؟ أنت عارف كنا أيوه. جايبين كام نقطة؟ كنا جايبين 40 موضوع. فاكر برضه حاجة زي دي. أنت اخترت data analysis على فكرة هو أنا لسه متفاجئ ما مش أيوه عنديش لأ، فكرة والله. والله أنا عارفه بقى يعني تقريبًا مش أنا اللي مختار، كان حد من الteam معانا اللي مختار. كنا كان آه، جروبات بالضبط، وكل team leader بيختار 5 مواضيع آه، أيوه، للteam أيوه، بتاعه. أنا اخترنا الموضوع ده. مين اللي كان في الteam معاك؟ كان معانا منة الله خالد آه، في الteam، بس الteam اتغيّر بعد كده، بس أنا حاليًا معايا إيمان إيمان، ومنة الله خالد، حاليًا دول معاك. دول معايا حاليًا، تمام. ومعايا مالك برضه في الteam. بتسمع الpresentation بتاع زمايلك؟ الpresentation اللي أنتم بتاخدوها في لمّا sessions سمعت الpresentations اللي هي كانت presentation لحد دلوقتي عملناها كلّنا، كان كان في يوم واحد قصدي يعني. آه، اتفرّجت عليها كلّها يعني، كنت أنا أول واحد برضه بpresent. أول واحد برضه ده صدفة بقى والّا إيه؟ لأ الحروف الأبجدية بقى، عبد الرحمن بالEnglish فأنا مش أول أبدأ اسم. أيوه صح أبدأ تصدق أنا عمّال أقول عين، أيوه، عين، عين أيوه، أحسبها بالإيه؟ أيوه، الأبجدية بقى فباطلع أول واحد يعني. أنت عشان كده حظي. برضه أول مرّة كنت أول واحد والّا إيه والّا أول مرّة كان في عبد الرحمن برضه، آه، فأنا كنت هو عبد الرحمن محمد وأنا عبد الرحمن جد الله، فكنت تاني واحد. فعلًا دي معلش أيوه بقى لأ. بس لمّا هو كان بيغيب أو مثلًا يحصل drop في وقت أنا السؤال، الأول بقى، أنا الأول. بابقى أنا الأول. آه. تمام، مين تاني من الناس اللي أنت فاكر الpresentation بتاعتهم من زمايلك؟ فاكر عزوز كانت الpresentation بتاعته كانت كويسة. حلو، فاكر أحلام كانت حتى كويسة، كانت حتى بعتت لي بعد الsession
بتقول لي كان عاجبها أوي اللي أنا كنت عامله، كان آه، عاجبها ال الslides اللي أنا كنت عاملها، جميل. وخدت منّي الموقع اللي أنا كنت ثواني، عامله من عليه. أنا لسه هاقول لك، أيوه. بتستخدم AI tool؟ أيوه. يعني هي شكرتك بالضبط. في هي ما تعرفش إن أيوه. هي AI يعني بالضبط. آه، كان شكله حلو يعني. تمام حلو. مين تاني من زمايلك فاكره كده؟ فاكر علاء ده صاحبي معايا في الكلية أصلًا، اهم، علاء الحديدي، تمام، ده معانا ما شاء الله، تمام. لأ، أنت عارف إن المميز فيك، أنت طبعًا معاك دفعة معظمها أصلًا خريجين، الشباب اللي معاك في الcourse دلوقتي في ناس خريجين، خريجين، بس معانا ناس وشطار. صغيّرين برضه، يعني منا عرفت اللي هي داخلة تانية. ما إحنا فتحنا الباب، أيوه، فاتحين الباب للطلبة، لكن أصلًا المستهدف وهو فعلًا ده اللي بيشد على نَفْسه وفي الغالب بيكمّل، لإن هو عنده إمم، زي ما قُلت لك عنده حافز، عاوز يشتغل بعد 3 شهور، شهرين. أيوه ففكرة صح، فالخريجين لأ، اللي موجودين معاك بيشدّوا حيلهم جامدين جدًا. إمم، أنت عشان لسه في مرحلة الطالب وما شاء الله تميّزت، زمايلك أصلًا رشّحوك. بجد أنا أكيد، أول مرّة أعرف دي، أديك عرفت أهو. أول مرّة أعرف لأ طبعًا، الحوار ده. زمايلك والinstructor اللي بيدّيك، اسمك اتقال في كذا حتّة، فكان لازم نستضيفك، لازم نقول إن أنت حد مميز. بُص، كلّنا يعني بنبقى في مكانٍ ما أحسن حد، وفي أماكن تاني مش في المستوى أيوه، وأماكن كتير، فأنا بس باعرّفك إن أنت واحد من الشطار اللي زمايلك رشّحوك والinstructor رشّحك إن أنت تكون لأ، أنت نموذج كويس أوي. حتّة إمم، الpresentation المميزة ديّة وصلت لي برضه، في حد عمل presentation مميزة. وأصلًا الdata analysis أو الdata science في مرحلة معيّنة إمم، بيعتمد على إنّك تعبّر للعميل على اللي أنت وصلت لإيه، فأنت إمم، أقنعتهم بالslides دي، أنت أول عميل بالنسبة لك هم زمايلك، إمم، هم قالوا لك أنت شاطر، ودي على فكرة مرحلة مهمة جدًا تدّيك الثقة إنّك تكمّل بعد كده لأ، أنا لأ، الناس بتقول أنا شاطر، يبقى لازم أحافظ على ده، صح والّا لأ؟ ربنا يرزقنا الثبات يعني إن إن شاء شاء الله. الله. هو صلاح بقى صلاح في يوم وليلة، صح؟ لأ طبعًا، فجأة كده لأ، في صلاح، كلّه بيتكلّم عن صلاح، فالناس تبُش، بُش، بُش صلاح إمم، لحد ما بقى صلاح موجود، صح؟ فأنت وزمايلك أنت وزمايلك هتعملوا الteam اللي إحنا بنحلم بيه كلّنا كوطن عربي وكمصر إن إحنا ننافس بيه العالم الخارجي، إن شاء الله. يعني محتاجين 1000 عبد الرحمن، محتاجين 1000 أحلام، محتاجين 1000 عزّوز، محتاجين 1000 آية طارق، أكيد فاكر الأسماء دي طبعًا، كلّها، مش عايز أنسى فاكر حد، leaderboard طبعًا، ومحتاجين سالي، في عندنا سالي، كانت صح؟ معانا برضه آخر مرّة. لأ، في عندنا شروق، في عندنا أسماء جامدة جدًا من الشباب، وهُم عشان خريجين وخلاص يعني فرصهم بإذن الله قادمة في الطريق، قالوا لأ، الراجل ده فيه حاجة مختلفة، هو طالب وأنت عندك دراستك أصلًا خلال اليوم، صح؟ آه، وعندك التزامات تانية في الكلية، بس لأ، ما شاء الله عليك. طيب بُص يا ريس، آخر حاجة بقى، تسمع عن بنجلور؟ كنت سمعت عنها من حضرتك قبل كده، بس برضه؟ اتكلمت حلو عليها. ده يا معلم. لأ، ما هو أنت المفروض بقى تبقى عارف إن أنا أمّا أسألك في البودكاست المفروض أقول لأ يعني عشان تقول لأ وتعمل كده عشان أنا أبدأ أقول اللي كلمتين هو بتوعها. أبدأ أفكّر، طيب مش عارف، أنت مش عارف مش صح؟ عارف إيه طيب search عليها بتاع data analysis search ماشي. أو data science. search. بنجلور دي يعني أقرب مثال ليها تشبه مدينة دمياط، مجموعة من المحترفين، مجموعة كبيرة جدًا من المحترفين في مجالات الIT كلها، في الهند. في الهند. أيوه. أيوه أنت مش صلّح لي. صح كده. تخيل إن أنت يكون ليك أنت قاعد في بلد جيرانك والناس اللي أصحابك وكل اللي تعرفهم شغالين في مجال معين وكلكم بتكسبوا. إمم، طيب مين العُملا بتوعهم؟ صح، عارف دي والّا مش عارفها؟ مين العُملا بتوع بنجلور لمّا تكون الناس كلّها في بلد معيّنة إمم، شغالين في مجال الIT أو تكنولوجيا المعلومات، مين بقى العُملا بتوعهم؟ إحنا، الغرب، أمريكا، أمريكا. أمريكا وأوروبا، البلد دي إمم، هي يعتبر قبلة العالم كلّه في الremote business، يعني أي حد بيحب يجيب شركة تشتغل معاها 24/7 وتكون سعرها معقول شوية، بيروح إمم، يجيب من بنجلور. بُص يا معلم، إحنا بقى إمم، عايزين بؤر كتيرة يعني تبقى فيها تخصصات وتنافس بنجلور، مش لازم تكون إمم، حتّة زي اللي أنت منين؟ شبين، من شبين، منوفية. منوفية. أيوه. طيب يا معلم، عايزين شبين مثلًا بيك وبزمايلك تكون التجمُّع للdata science أو data analysis، إمم، ممكن بعد سنة أو 2 يبقى عندي 50 data science محترف مثلًا أو 100 إمم، أو 1000 في البلد ديّة. مصر أولًا هيبقوا أول customer ليك، أول ناس هتقول إحنا أيوه، عايزين ناس data analysis من مصر، وبعدين الوطن العربي وبعدين برّه، ده اللي إحنا عاوزين نوصل له، صح كده؟ صح. أنت حابب تكون شريك في التجربة دي يا ريت بجد؟ والله لو في حاجة حقيقية أحب طبعًا. إن أنت تبقى موجود في تجربة هدفها إن في ناس كتيرة تبقى شطّار في تخصصات كتيرة، أنت حابب ده، حتى ولو كان هيتطلب منك مزيد من الجهد ومزيد من الوقت. لو في أكيد في مردود هيبقى بعدين طبعًا أكيد حاجة هتبقى ليّا أصلًا، بالضبط، طالما هاستفاد يعني تمام، وهافيد المكان اللي أنا فيه يعني زي ما حضرتك بتقول كده
لو اتعمل في المنوفية مثلًا أو بقت آه، في بنت، فده طبعًا هيبقى مكسب ليّا، هيبقى سهل. ما هو بيتعمل. في المكان اللي أنا فيه الحاجات ديّة هتبقى متوفرة، أي معلومة مثلًا أو عقلية الناس أقل حاجة مثلًا، صح. عقلية الناس اللي أنا هاتعامل معاها تبقى أ عالية أو شبهي أنت أو لمّا حاجة تقول زي كده. للناس أصلًا إن ده هيكسبنا فلوس بعد كده، شوف الحافز، بالضبط هنبقى أيوه teams آه. هنتعرف في العالم العربي ما كله، زي ما بس باقول لك نعملها. زي ردي في الأول لو هاستفاد منها بالضبط كده، أو ده اللي هافيد كمان بنتكلم فيه. الناس يعني أنا هاستفاد وأفيد غيري، ديّة حاجة كويسة يعني. بُص يا عبد الرحمن، إمم. أنت مش حد شاطر، أنت حد شاطر أوي، ربنا خلاص كده؟ يخليك. وأنا بأمل إن أنت تكون سبب في شطارة ناس تانية بعد سماع البودكاست دوّة، ومن كلامك معاهم رأيي ورأي الناس اللي قالوا إن أنت شاطر، هو مش رأي جاي عبثًا ولا حاجة، ده جاي نتيجة إن أنت ملاحظ فيك مهارات تخلّيك فعلًا حد شاطر. أنا مبسوط جدًا إني كنت موجود معاك النهارده، وإن أنا شاء أكتر. الله نتقابل بعد مدة مش كبيرة، ونشوف فعلًا عبد الرحمن الشاطر ده بقى إيه بإذن الله. شكرًا يا عبد أنا الرحمن، العفو. كنا مع بعض في حد شاطر. أنا حبيبي، كنت مبسوط بيك والله. حبيبي يا عبد الرحمن، ماشي. شكرًا، شكرًا يا عبد الرحمن.